حاسس إن عندك ضغط نفسي، حاسس إن زيادة الضغط النفسي عاملة لك آثار سلبية؟ النهارده هاقول 10 آثار سلبية لزيادة الضغط النفسي، لو ظهر منهم 3 عليك لازم تبتدي تتعامل معاهم وبجدية عشان نتخلص منهم. خليك معايا للآخر، هنعرف إيه هم ال10 آثار السلبية وكمان إزاي نتعامل معاهم من غير مساعدة الطبيب في المرحلة الأولى. عدم القدرة على التركيز. ازاي يعني؟ تبقى حاسس ان انت مشخبط ومش عارف تعمل ايه، مش عارف ترتب افكارك، مش عارف تبتدي ازاي ومنين، ومش عارف ايه اللي انت لازم تعمله او ايه اللي انت بتعمله اساسا. بتعمل حاجة من غير ما تبقى دريان ان انت بتعملها، مش عارف تنجز اللي وراك، مش عارف تنجز اللي لازم تعمله، ومش عارف تنجزه في الوقت المناسب. حتى لو انجزته، ولو انجزته وفي الوقت المناسب ممكن ما يبقاش بشكل صحيح. تاني حاجة ممكن تحس بيها وتشوفها في نفسك هي ضعف الذاكرة. ضعف الذاكرة هنا مش ان انت مش فاكر الاحداث السابقة او اللي حصل زمان في الماضي. ضعف الذاكرة هنا هو انك تنسى اللي لازم تعمله او المهمة اللي مفروض تعملها، او تجلي حاجة من اللي لازم تتناقش فيها، او انك تجلي حاجة لازم تعملها. ممكن حاجة تتنسي وما تتعملش. تالت حاجة التغير في السلوك وسرعة الغضب. لقيت نفسك بقيت تغضب بسرعة وتعلى على أتفه الأسباب، وغالبا ما كنتش بتتعصب أبدا في حالتك العادية على سبب زي ده. وكمان أما تهدى وتراجع نفسك بتلاقي نفسك اتعصبت وغلطت وغضبت على سبب تافه، ولو كنت فكرت شوية كنت قدرت تعدي الموقف أو حتى تحتويه، لأن ده أصلا طبعك بتعرف تحلل وتحتوي المواقف وتعديها من غير ما تتعصب. رابع حاجة ممكن تلاحظها في نفسك هي حركات لا إرادية جديدة على البني آدم، زي أرقدة الضوافر أو نتف الشعر، وده بيبقى بحركات كاملة لا إرادية وبدون تركيز. يعني إيه بدون تركيز؟ يعني الواحد وهو سارح يبتدي يقرقط في ضوافره ويكسرها. تلاقي إن الواحد وهو بيكلمك وماسك قلم في إيدك بتحط القلم ده في شعرك وتلف شعرك على القلم تحاول تفكه، ما يتفكش تروح شده وتطلع القلم وعليه الشعر بتاعك. خامس حاجة هي البكاء لأي سبب أو عدم القدرة على البكاء أصلا حتى في أصعب الأوقات، وده بيبقى عكس طبعك. لو انت طبعك اصلا بتتأثر من اضعف الامور وبتعيط او بتبكي مع اي ضغط، بقيت تحس انك متبلد المشاعر، مش عارف تحس ومش عارف تعيط ومش عارف تبين مشاعرك. ولو انت اصلا عقلاني وبتحلل كل المواقف وبتفكر فيها باشكال مختلفة، وكمان بتعرف تتحمل المسؤوليات والمواقف الصعبة والمشاكل في حياتك العادية، اما يزيد الضغط النفسي عليك بتلاقي نفسك بتعيط على اتفه سبب عمرك ما عيطت عشانه او عشان اصعب منه مرات كمان. سادس حاجة هي القلق والتوتر المستمر والاكتئاب واحساس دفين بالحزن حتى في اوقات السعادة. لو انت عقلاني وبتفكر دايما بمنطقية، في حالة وجود مشاكل مع زيادة الضغط النفسي في ظاهرة غريبة جدا بتحصل لك مع انها اصلا مش من طبعك. بقيت تلاقي نفسك بتقلق وتتوتر بشكل مستمر من حاجات صغيرة وضعيفة عمرها ما كانت بتقلقك او بتوترك، وكنت على طول بتلاقي لها حلول. وكمان بتحس بحالة غريبة من الضيق والاكتئاب، وانك مش قادر تتصرف ومش عارف تتصرف وملكش نفس تتصرف ومفيش اي شغف ان انت تتصرف حتى، وده اصلا انت مش متعود عليه. واوقات كمان بتلاقي عندك احساس دائم بالخوف والحزن من كل حاجة. وكمان احساس الحزن ده اوقات بيبقى في المواقف المفرحة ليك اللي كانت اصلا بتحسسك بالراحة والسعادة. قبل كده مثلا كنت تقعد مع اصدقائك او زمايلك وتتكلموا، حتى لو بتتكلموا في موضوع شغل او في موضوع دراسة، تلاقي نفسك استريحت وانبسطت. في الحالة دي لا، حتى الكلام ما بيريحكش. اوقات كنت اما تخرج مع الزملاء او تحضروا عيد ميلاد او حفلة او مناسبة عائلية تحس بالسعادة، دلوقتي بتبقى حاسس ان في حزن كبير هيجي حتى في اكتر اوقات السعادة اللي انت كنت متعود انك تبقى فرحان فيها، وده سببه ان في ارتفاع شديد في الضغط النفسي عندك. النقطة السابعة اللي ممكن تلاحظها على نفسك هي اضطراب النوم. اضطراب النوم هنا هيكون عكس طبعك، يعني قلة نوم او نوم عميق بزيادة. الحاجتين هنا متضادين. لو انت اصلا عندك نظام نوم وصحيان وساعة بيولوجية سليمة ومعود نفسك
على طريقة نوم وميعاد صحيان بدري مثلا عشان شغل أو دراسة، في حالة ارتفاع الضغط النفسي عليك بيحصل اضطرابات في النوم غريبة جدا. اما تيجي تنام بيحصل عليك هجمة كبيرة من الافكار في حاجات غريبة ما كنتش عامة بتفكر فيها في الحالات بتاعتك العادية، والتفكير ده ما بتبقاش عارف تتخطاه، وغالبا التفكير ده ما بيكونش بيشغل تفكيرك اصلا في حالتك العادية بدون زيادة الضغط النفسي عليك. وممكن تكون الحاجات دي اساسا بعيدة واصلا مش هي اصل الموضوع اللي عامل لك زيادة في الضغط النفسي، وممكن تكون هي اساس الضغط النفسي عليك. وكل الافكار دي هي بتأثر بالسلب على النوم، ممكن تخليك مش عارف تنام من كتر التفكير، وكمان التدوير على حلول او خطوات ممكن تعملها عشان تحل المشاكل دي. الحالة المعاكسة تماما ان انت بتفكر في المشكلة بتاعتك او في المشاكل اللي ادت الى زيادة الضغط النفسي، فعقلك بيبتدي يهرب بالنوم العميق عشان يهرب من الضغط النفسي اللي حاصل عليه، وعشان يحاول يبطل تفكير في الحاجات اللي بتتعبه والحاجات اللي عاملاله زيادة كتيرة جدا في الضغط. الحاجة التامنة اللي تثبت لك ان انت عندك زيادة في الضغط النفسي هي تغير الشهية، الاكل بزيادة او البعد الكامل عن الاكل، وده برضو فيها تضاد عكس الطريقة اللي انت كنت بتتعامل بيها عامة في حياتك العادية بدون زيادة في الضغط النفسي. يعني لو انت بتاكل باسلوب منتظم تبتدي تنسى الاكل، وعكسه تماما لو انت ما بتاكلش تبتدي شهيتك تتفتح، وكمان تتفتح بشكل مفرط غير مبرر. ما كانش طبعك ان انت تبقى بتحب الاكل او بتدور عليه، بس هنا فتح الشهية ما بيبقاش حاجة سليمة، لا، فتح الشهية هنا بيبقى بحث عن اي سعادة. النقطة اللي كنا اتكلمنا فيها ان في احساس دفين بالحزن، فانت بتدور على اي سعادة بتدور عليها هنا بالاكل، وتلاقي ان الاكل هو المتعة الوحيدة اللي ما فيهاش تفكير، وزيادة الاكل عشان تشغل نفسك عن الحاجات اللي مزودة الضغط النفسي عليك. وفي الحالات اللي انت بتاكل فيها بشكل منتظم اوقات بتنسى الاكل في زيادة الضغط النفسي عليك، بيبقى الاكل محطوط قدامك وتقعد قدام الاكل ويشغلك التفكير وتنسى تاكل، ووقت الاكل يفوت. او في المهام ومحاولة الخروج من الضغط النفسي الزائد عليك ده تبتدي حياتك تبقى اسرع او ممكن تبقى أبطأ، وفيها فترات سرحان كتيرة بتخليك تنسى أصلا مواعيد الأكل أو تنسى تاكل، وحتى ممكن تنسى تشرب. الحاجة التاسعة اللي بتحسسك وتأكد لك إن عندك زيادة في الضغط النفسي عليك هي التوقعات السلبية والمخيفة حتى في الأمور العادية. ازاي يعني؟ لو انت اصلا انسان ايجابي وبتتعامل مع امور الحياة والعمل او الدراسة بالمنطق والتفكير، وبتلاقي حلول منطقية ومتوازنة لأي مشكلة من المشاكل الحياتية اللي بتقابلك، حالة زيادة الضغط النفسي عليك اقل مشكلة او موقف بتحس على طول بحالة انهزامية وان لازم يحصل فيه مشكلة، وبتكون الافكار والتوقعات سلبية بشكل مخيف جدا. وبالنسبة ليك في الحالة دي بتحاول تتوقع أسوأ السيناريوهات وأكتر السيناريوهات خوفا وقلقا ليك ولأسلوب حياتك، وخصوصا على أتفه الأمور، ويمكن الأمور العادية اللي كنت بتعديها أصلا بدون ما تديلها أي شأن في الحالة العادية بتاعتك. طبعا الظاهرة العشرة والأخيرة اللي هنتكلم فيها النهاردة اللي تثبت لك إن عندك زيادة في الضغط النفسي حاصلة عليك هي ظهور أعراض مرضية. زي إيه؟ الصداع أو القولون، قوت الشعر عند السيدات، وجع الظهر والشعور بالتعب المستمر حتى بعد الراحة الكافية، الإرهاق المستمر حتى مع الاسترخاء أو الراحة، ارتفاع ضغط الدم. في بعض الأحوال الأعراض المرضية اللي اتكلمنا عليها دي بتكون أعراض مرضية عضوية ولها أسباب، وعشان تبقى أعراض مرضية عضوية لازم يبقى لها أسباب واضحة وتبقى عارف
سبب حدوثها ايه. وكمان اما تتعامل مع طبيب او تروح لدكتور يعني ويبتدي يديك علاج لهذه الاعراض المرضية، تبتدي الاعراض المرضية دي تقل جزء في جزء لغاية اما تختفي تماما، او تبقى مثلا زي ارتفاع ضغط الدم كحالة مرضية بيحجم بالادوية. بس في حالة انها تبقى اعراض ناتجة عن ارتفاع الضغط النفسي عليك، بيبقى صعب انها تروح بالعلاج الطبي او بالعلاج العضوي. بس اوقات الصداع ما بيبقاش ليه سبب منطقي، وده كمان بينطبق على كثير من الاعراض اللي قلنا عليها زي القولون وسقوط الشعر عند الستات. حتى مع العلاج الحالة ما بتتحسنش والاعراض ما بتقلش. حتى في وجع الظهر في حالات كتير بيبقى عرض نفسي مش عضوي، وخصوصا انك بتلاقي ان ظهرك وجعك من غير ما تعمل اي مجهود، من غير ما تنام غلط، من غير ما تقعد على كرسي بشكل غير صحيح لمدة طويلة، ملوش اي سبب ان ظهرك يوجعك. وده كمان بينطبق على الشعور الدائم بالارهاق. الارهاق المستمر ده بيبقى جاي من ضغط نفسي كتير حاصل عليك، حتى لو انت مستريح او في حالة استرخاء او في حالة هدوء نفسي ظاهري، بس انت عندك ضغط نفسي زيادة هو اللي مسبب لك الارهاق المستمر ده. اما يظهر عليك ظاهرة او 2 أو 3 من الظواهر اللي اتكلمنا عليها اللي بتثبت ان عندك ارتفاع شديد في الضغط النفسي، لازم تواجهها وتتعامل معاها وبشكل سريع، ويا ريت بشكل فوري. ازاي نعمل كده؟ وازاي نحاول نقلل ونحل مشكلة الزيادة في ارتفاع الضغط النفسي علينا؟ لازم عشان نحل مشكلة ارتفاع الضغط النفسي علينا ان احنا نعرف اسباب المشاكل اللي حصلت لنا وزودت لنا الضغوط النفسية دي في حياتنا. طيب لو المشاكل دي صعبة الحل او هتاخد حل في اوقات طويلة، هل نفضل متحملين الاثار السلبية اللي حصلت علينا ونتجت عن زيادة الضغط النفسي، ولا نحاول نقللها؟ النهاردة هنتكلم ان احنا نحاول نقلل الاثار السلبية اللي نتجت عن زيادة الضغط النفسي علينا بدون ما نحل المشكلة اللي سببت زيادة الضغط النفسي ده. عندنا 3 حاجات نقدر نعملها مع نفسينا وبشكل سهل ومريح تقدر تقلل الآثار السلبية اللي نتجت عن زيادة الضغط النفسي علينا. أول حاجة فيهم هي الدعم الاجتماعي، تاني حاجة التمارين الرياضية، تالت حاجة تحديد وقت لكل شيء. هنبتدي بالدعم الاجتماعي. طبعا لو انا شخصية اجتماعية وبعرف اتعامل مع الناس وبعرف اكون علاقات وبعرف اتعامل مع الزملاء او المحيطين بيا، هيبقى بالنسبة لي سهل جدا ان انا اكون شبكة دعم اجتماعي قوية تقدر تساعدني على الاقلال من الاثار السلبية اللي عادت عليا من زيادة الضغط النفسي. طيب لو انا مش قوي كفاية اجتماعيا ان انا اكون صداقات او معارف جداد تساعدني على الاقلال من الاثار السلبية اللي عادت عليا من ارتفاع الضغط النفسي، ممكن ابتدي بناء شبكة الدعم الاجتماعي دي عن طريق افراد الاسرة وافراد العيلة بتوعي. ابتدي اتعامل معاهم بشكل اكتر وبشكل مستمر، وابتدي ادرس في الشخصيات وطرق التعامل معاها وازاي اتعامل مع الشخصيات بشكل سليم ومرضي ليهم عشان اخد ردود افعال سليمة ومرضية ليا من التعامل معاهم. لان بسهولة اكتر في اطار العيلة او في اطار الاسرة ممكن الاقي حد اثق فيه او اتكلم معاه باريحية، حتى لو مش باريحية كاملة، بس اقدر الاقي حد اخاف عليه ويخاف عليا ونتكلم مع بعض بشكل مريح لينا احنا الاتنين. وبالتمرين وبمعرفة الشخصيات وازاي نتعامل معاهم هنقدر نكون شبكة دعم اجتماعي كبيرة تقدر تبقى سند لينا عشان تساعدنا على ازالة الاثار السلبية اللي عادت علينا من زيادة الضغط النفسي ده. هسيب لحضراتكم في اللينكات انواع الشخصيات وطرق التعامل معاهم. ازاي هتساعدنا شبكة الدعم الاجتماعي دي انها تقلل من الاثار السلبية اللي عادت علينا من الضغوط النفسية الزيادة اللي علينا؟ ان احنا نتكلم مع ناس عندهم نفس المشاكل الانسانية بتاعتنا، ده يحسسنا ان احنا مش لوحدينا في المشكلة وان في حد مشارك معانا نفس المشكلة. في حاجة كمان ان احنا ممكن نتكلم معاهم وبين الكلام ده هو نلاقي كلمة تغير
تغير طريقة تفكيرنا وتخلينا نفكر بشكل إيجابي أكتر أو بشكل منطقي أكتر لحل مشاكلنا. ممكن كمان نلاقي دعم اجتماعي عن طريق إن حد عارف المشكلة وتعرض ليها قبل كده فيدينا حلول هو عملها مع نفسه وقدر يتخطى هذه المشاكل. وممكن كمان ان احنا نفضفض ونتكلم، ده يريحنا ويخلينا بعض الآثار السلبية اللي حصلت علينا من زيادة الضغط النفسي تروح. اوقات كمان شبكة الدعم الاجتماعي اللي احنا كوناها دي بالمناقشة معاهم بتطلع لنا افكار جديدة وطرق معاملات جديدة مع البني ادمين وطرق معاملات جديدة مع المشاكل تساعدنا اننا نحل المشاكل اللي سببت الضغط النفسي اساسا عندنا، فبالتالي تقلل الاثار السلبية الناتجة عن زيادة الضغط النفسي. تاني حاجة ممكن تساعدنا على الإقلال من الآثار السلبية الناتجة عن الضغط النفسي هي ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة هنا مش لازم إن احنا نمارس رياضات عنيفة أو نمارس رياضة بقصد إن احنا ندخل بطولات أو ندخل مسابقات، لا، احنا بنمارس الرياضة وبنمارس تمارين تنظيم التنفس عشان نبتدي نهدي من أعصابنا ونبتدي نفكر بشكل منطقي أكتر ونحلل المشاكل اللي عندنا اللي سببت لنا الضغوط النفسية دي بشكل أوضح وممكن نلاقي لها حلول. وكمان التدريبات التنفس هتساعدنا على إننا نقدر نقلل من الآثار السلبية اللي عادت علينا من زيادة الضغط النفسي ده. من أهم التمارين الرياضية اللي ممكن تساعدنا على كده هي رياضة المشي ورياضة الجري البطيء. ثالث حاجة ممكن تساعدنا على تقليل الآثار السلبية اللي حصلت علينا ونتجت من زيادة الضغط النفسي هي إدارة الوقت أو تنظيم الوقت، أو اللي قلناها في الأول إن هو نحدد وقت لكل مهمة لازم نعملها ولكل نشاط أو مسؤولية أو عمل أو دراسة ورانا لازم تتعمل. نقدر نعمل حاجة اسمها كالندر أو تو دو ليست أو لستة الأعمال اليومية ونحط ميعاد لكل حاجة وفترة زمنية لإنجاز كل مهمة من المهام اللي ورانا، ونبتدي بالمهام المهمة جدا فالأقل أهمية فالمهام العادية، ونحاول نلتزم بالجدول الزمني ده. وبتحديد الجدول الزمني وبالالتزام بيه وبتنفيذ المهام اللي ورانا هيدينا ثقة أكتر في نفسنا، والثقة اللي هناخدها في نفسنا دي هتساعدنا على الإقلال من الآثار السلبية اللي حصلت في حياتنا الناتجة عن زيادة الضغط النفسي. بتنفيذ الثلاث نقط دول بشكل صحيح نقدر نتخلص من الآثار السلبية اللي نتجت عن الارتفاع في الضغط النفسي علينا، اللي هم الدعم الاجتماعي، ممارسة التمارين الرياضية، وتحديد وقت لكل شيء أو إدارة الوقت، وإنشاء جداول زمنية.